السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع أخبار اللاعبين المغتربين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، وبطلب وإلحاح من محبي القناة الذين طلبوني بتسليط الضوء على لاعبين ينشطون في منصب قلب الدفاع. سأسلط الضوء اليوم على نجم جديد ينشط في منصب قلب الدفاع قادم بقوة، يلعب في صفوف نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي. ويتعلق الأمر باللاعب الشاب أمير كرنيف. هذا اللاعب الذي يعتبر من مواليد سنة 2008 بفرنسا، أصول الجزائرية من جهة الأب والأم، وتحديدا من دائرة عين أزال ولاية الصيف. تكون اللاعب أمير كرنيف في صفوف نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والذي تدرج معه في مختلف الفئات العمرية. يلعب في منصب قلب الدفاع، وبإمكانه اللعب كذلك في منصب ظهير أيسر. يمتلك إمكانيات بدنية وفنية هائلة تسمح له بالارتقاء عاليا من أجل قطع الكرات الهوائية العالية، كما أن ذات اللاعب يمتلك حس تهديفي كبير، حيث تألق خلال الموسم الحالي مع نادي أولمبيك مارسيليا لفئة أقل من 17 سنة، حينما شارك معه في 17 مباراة وبتوقيت لعب 1428 دقيقة لعب. تمكن خلالها من تسجيل 8 أهداف كاملة، مع العلم بأن ذات اللاعب يتقن تسجيل ركلات الترجيح. كما أن ذات اللاعب تلقى خلال الموسم الحالي 3 بطاقات صفراء دون أن يتلقى أي بطاقة حمراء. وللتذكير فإن نادي أولمبيك مارسيليا لفئة أقل من 17 سنة يحتل صدارة الترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن صاحب المرتبة الثانية. وقد ساهم اللاعب أمير كرنيف بقسط كبير في صدارة نادي أولمبيك مارسيليا من خلال تسجيل 8 أهداف كاملة، وهي أرقام تعتبر خرافية بالنسبة للاعب ينشط في منصب قلب الدفاع. سلام.